حلقة اليوم بفقرة مباراة الأسبوع، حيث وقع الاختيار على لقاء أولمبيك خريبكا والمغرب التطواني ضمن منافسات كأس العرش. إذا لقاء هو الأطول في منافسات كأس العرش، ذلك الذي جمع بملعب الفوسفات بين أولمبيك خريبكا وضيفه المغرب التطواني ضمن دور 16. اللقاء طغى عليه الحذر مع تفوق نسبي لأبناء الحمامة البيضاء الذين حسموا التأهل لدور الثمانية عبر الركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي، والإضافي بالتعادل السلبي لتتوقف الحكاية الخريبكية عند الفصل التطواني. مزيد من التفاصيل في روبورتاج عبد الصمد منتصر ومحمد بقالي. شمسها مشرقة كأهلها، أرضها خصبة بثرواتها، أبناؤها يفتخرون بفرسانها، بمن عاهد على التألق ويسير في درب الوفاء، رافعا شعار الولاء لمن يساند ويؤازر في السراء والضراء. فارس الفوسفات الذي كان لقمة سائغة الموسم الماضي سجل بداية قوية هذا الموسم، تعادل في القنيطرة وفوز على الرجاء في أرض الأحباء، واليوم يواصل المسيرة في كأس العرش. يسجل الهدف الأول لفائدة فريق أولمبيك خريبكا في حدود الدقيقة 66. الأماني والآمال تجاوز عقبة المغرب التطواني الذي يحل ضيفا ثقيلا على ملعب الفوسفات. تفاصيل كثيرة في هذه الموقعة الكروية، والقواسم المشتركة بين الفريقين كثيرة. بدأ اللقاء والجاي يلعب دور الصحابي الغائب بسبب المرض، في المقابل يبحث العامري عن سيادة ميدانية تحققت مع مرور الوقت. الخوف من هدف مباغت لهذا الطرف أو ذاك جعل الحذر سيد الموقف، لينتهي أول الأشواط على نتيجة البياض. بدأ الثاني وفيه ما قلنا في الأول، رغم بعض التغييرات التي أجراها العامري والجاي والتي لم تغير شكل اللقاء. المفاجأة غير السارة ستأتي في الأنفاس الأخيرة، أمطار الخير تلاها البرد تساقطت على الميدان ليقرر الحكم بوشعيب الأحرش إيقاف المباراة ولو إلى حين. خرج الجميع وبقيت الجماهير الخريبكية في مدرجات مكشوفة تحت الأمطار تغني وترقص أملا في بث الحماس في قلوب فارس آن الأوان له أن يتألق. عادت عجلة الزمن للدوران وانتهى الوقت الأصلي بلا غالب ولا مغلوب، وفي الأشواط الإضافية فرصة تطوانية احتسب على إثرها الحكم ضربة جزاء، فشل العائد جحوح في ترجمتها لهدف بعد تألق الحارس علوش. مر الوقت سريعا والغليان بدأ يزداد في دكة البدلاء الخريبكية والتطوانية، وبعد شد وجذب جاء الحسم عبر ركلات الحظ والتي ابتسمت لرفاق الصنهاجي وميغري، لتنتهي الحكاية الخريبكية عند الفصل التطواني. فعلا ضيعنا ضربة جزاء وسط المقابلة، وكنظن بان المقابله بالاخص الشوط الثاني ولا الاشواط الاضافيه كانت كلها لصالحنا، وضيعنا فرص كثيره، والحمد لله تنصفنا اليوم مع فريق اللي ماشي سهل اللي هو خريبكا، وكنظن بان هذا الانتصار غيدفع بالفريق ديالنا انه يزيد الثقه في النفس ونزيدوا نجتهدوا، لان دائما كنجتهدوا. Exactement, c'est un point de départ. On a mentalisé les joueurs pour jouer ce match. Comme on connaît le football, c'est un match de départ. Ça veut dire ce match-là, il nous donne une confiance pour jouer le championnat et la coupe. Donc on oublie maintenant la coupe et on attaque Inch'Allah le championnat comme d'habitude. Et vous avez vu un grand football, un grand coaching. Et les joueurs, ils ont fait un grand match, tactiquement, physiquement, techniquement. Nous ont donné confiance. En deuxième mi-temps, on a vu un jeu mieux que la première mi-temps. Dommage, il a raté le penalty, mais ça c'est normal dans le football. Et ce qui est bien dans ce match-là, ce qu'on a apprécié, c'est le suspense
Et le suspense, quand il a fini à notre faveur, maintenant on est content, on est heureux. Et alhamdoulilah, هذا هو الماتش اللي غادي يعطينا القيمة وتعرفوا أنه دابا كما تنقولوا حنايا ليكيب ديال تطوان سي ليكيب موديل سي ليكيب اباتر. الحمد لله كنشكر الدراري اللي كنتسمى هذا الفوز هذا يعني هديه لي بانني ضيعت ضربه جزاء. من الحمد لله الدراري قام مقابله يعني ماراثونيه وكبيره يعني غتبقى باذهان كل تطواني. الحمد لله الجهودات ديالنا ما مشاتش هباء منثورا. الحمد لله فريق المغرب التطواني يعني بدا واحد البدايه موفقه وكيأكد هذه البدايه ديالو. فالحمد لله مقابله كانت صعيبه. فبصراحه اول مره كتكتسبنا ضربات الحظ خصوصا في السنه الماضيه في دوري ابطال اوروبا خسرنا، في دوري النتيفي خسرنا بضربات الجزاء. اذا اول مره كتنصفنا كره القدم لعبنا 120 دقيقه، كنا الطرف الافضل، ضيعنا ضربه جزاء، كان علينا نحسموا المقابله في الشوطين ديالها ما نلجؤوش للدقائق الاخيره 120 دقيقه. نظن اللياقه البدنيه ديالنا كانت في المستوى، الشيء اللي لعبنا عليه. الحمد لله حنا غاديين في الطريق الصحيح. يعني ان شاء الله نتمناو هذه السنه تكون نحرزوا على الثنائي لما لا، خصوصا ان فريق يحسب له الحساب، وان شاء الله في قادم الدور سيكون افضل وافضل. في المغرب التطواني هذا الموسم هذا هو عازم كل عزم منذ بدايه الموسم على ان نلعبوا على كاس العرش وعلى البطوله الوطنيه ان شاء الله هذا الموسم. فكان البدايه كانت موفقه بالنسبه لنا، ماشي موفقه كفايه كنا خدامين على باش نحققوا هذه النتائج اللي دابا في الصدد ان كنحققوا فيها. فمازال المشوار قدامنا باقي طويل. حنا يلاه في البدايه دابايا كنضرب المغرب التطواني فهو بين كونكو باللي هذا العام ان شاء الله لاعبين على الالقاب. الجماهير التطوانية التي تكبدت عناء السفر نسيت المشقة وشعرت بمتعة بعد أن حقق أبناء الحمامة البيضاء المراد. كنشكر مجهودات هاد اللاعبين، الحمد لله ما حشموش بينا، واخا جينا في مشقه في طريق الشتاء والبرد وهذا، جينا تفرجنا الفريق ديالنا شجعناه، الحمد لله ربي ما خيبش. المهم ما كناش متيقين بهذا الغلب هذا ان شاء الله، وكانوا الملاعبيه اليوم واحد الشتاء فهمتيني، وحققنا الغلب ان شاء الله. حنا دايبين معاهم وكنسافروا معاهم الحمد لله دايبين معاهم. الحمد لله واخا تعذبنا من تطوان حتى 3 نقاط الحمد لله جبنا ان شاء الله ديالنا هذا العام الحمد لله ربي، واخا الشتاء تبارك الله الحمد لله جبنا ان شاء الله. في الجهة المقابلة جماهير خريبجية لم تتوقف عن التشجيع وبث الحماس في القلوب، فلم يستصيغوا الهزيمة وأعربوا عن افتخارهم بفريق بدأ يعود من جديد لمكانته الطبيعية بين فرق الصفوة. الفريق ديال الاولمبي خريبكا هذه السنه ماشي بحال السنه الماضيه، الفريق راه بدا يتحسن بشويه بشويه. الفرقه يلا في الدور ديال العمل ودور ديال نصبروا عليهم شويه حنا كجمهور ديال الاولمبي خريبكا. واولمبي خريبكا من الفروق القويه خاصو ديما يكون قوي، جايبين اللاعبين اللي عندهم سميات ديالهم وبثمن باثمنه لا باس بها. بالنسبه لهاد اللاعبين خاصهم يضافروا الجنود ديال المدينه والجماهير الخريبكيه، لان تعاشق من 2007 لحد الان مابقاش اولمبي خريبكا تيعطي واحد الفرجه حتى الجمهور ديال اولمبي خريبكا بقى تيجي تيتفرج على المقاهي رغم الاجواء ديال الشتاء. المهم اولمبي خريبكا قدم اداء جيد، وتنطلبوا من الجمهور يبقى مساند الفريق رغم الخساره، لان هذا العام عندنا فرقه ممتازه. خاص الجمهور غير يجي للتيران ويساندوا اللعابه ان شاء الله، يكون خير ان شاء الله. كما قلت انطلاقه جيده في بدايه هذا الموسم، حقق من خلالها 4 نقاط، والان هو في المراتب المتقدمه من سبوره الترتيب. فمسار ديال الفريق الاولمبي خريبكا هذا الموسم في كاس العرش مسار جيد ايضا، حقق مجموعه من الانتصارات، كان اخيرا على حساب اولمبيك مراكش اللي تاهل من خلال الدور ثم النهايه. نعم، بالنظر اولا للاحتقانات التي عرفها اولمبيك خريبكا على الصعيد الجماهير، يعني على الصعيد الاحتجاجات ديال الجماهير في العطله الصيفيه والاحتجاجات اللي عرفها على الانتدابات في الموسم السابق. كانت وعود من رئيس الفريق السي السكادي في مصطفى السكادي في الجامع العام لاولمبيك خريبكا، وعطى وعود بان الفريق الاولمبي خريبكا غادي يكون عطيه وجه مغاير هذا العام. وبالنظر يعني البنيه وبالنظر للانتدابات الانتدابات الان اللي تحققت، يعني انتدابات يعني وازنه، كيظهر بان اولمبيك خريبكا عنده واحد المسار غادي يلعب واحد دور طلائعي في هذه السنه ان شاء الله. بالنسبه لجمهور اولمبيك خريبكا هو ما غاضبش على اللعابه ولا على فؤاد صاحبي، كنتمنوا له الشفاء العاجل بهذه المناسبه.
وبالنسبه للمكتب المسير حنا كنتمنى من المكتب المسير يحاور الناس ديال الصحافه ويحاور الجمهور ديالو كاين دابا جمعيات اطار اللي كان قبل ما كانش اطار مع مع التواصل، دابا كاين اطار يتواصل معاه. اولمبيك فريق كما تعرفوا بدا واحد الانطلاقه جيده هذا الموسم، وفاز الفريق الرجاء اللي فاز باللقب الموسم الفارط، لذلك كنشوفوا ان اولمبيك فريق يقدر يكون عنده واحد الحظ ينافس على اللقب، ولما لا يجيب اللقب ويلعب كاس العالم الانديه الموسم المقبل. واخا الفريق اولمبيك فريق فريق عزيز علينا وكيحقق نتائج ايجابيه، ولكن كاين واحد الخلل في التسيير اللي ما عرفناش فين كاين واش كاين في الاطور اللي كيختارهم المكتب المسير، واش كاين في الانتدابات. واخا كنشوفوا هذا العام واحد خاصنا نشوفوا بواحد العين متفائله، هناك انتدابات مزيانه بحال البرازيلي بيدرو اللي عطى اضافه وعطى نتيجه مزيانه لاولمبيك فريبكا، وكنشوفوا بعين الرضا الفريق ديالنا بان غادي يحقق نتائج اليوم 4 ديال النقاط. كنطمحوا باش نبقاو في المقدمه ديال الترتيب مع دورات نهائيه ان شاء الله ديال البطوله، وشكرا. أسدل الستار على أطول لقاء في منافسات كأس العرش، وأمطار الخير كانت فأل خير على فارس تطوان، ولكنها في المقابل عرت هشاشة ملعب أصحاب الأرض الذي لا يليق بقيمة ناد عاش في الماضي القريب فترات ذهبية أدخلته نادي الكبار.